نقول لكم هارد لك، مباراة كبيرة ما بين الفريقين بصراحة، 9 أهداف رقم كبير في المباراة. إجادة مهاجمين أم كان في مشاكل في الدفاع بالفريقين؟ اول شيء كنبغي نشكر الجماهير على الحضور، هي اللي نجحت هذا العرس الكروي. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هي مباراة ديال 3 نقاط، ما خسرنا ولا شيء، مازال عندنا 6 مباريات اننا نعاودوا فيهم. شوف، كرة القدم اغلاط. الحمد لله على كل شيء، ونتمنى ان شاء الله نعاودوا في اللي جاي ان شاء الله. ما جاوبتني سفيان على الأهداف، كثرتها اليوم في المباراة، ومباراة بهذا الحجم المفروض التركيز فيها عالي، في سر اليوم؟ لا مهاجمين، لا فريق الهلال لا فريق العين، مهاجمين كبار. اي دفاع غادي يكون شويه تبعت الاوراق ديالو. هذه حال كره القدم. كره القدم هي اهداف وفرصه، متعنا الجماهير، ولكن في الاخير كنتمناو اننا تكون نتيجه لصالحنا، ولكن هذه هي كره القدم، وكنشكروا الجماهير مره. ختاما سفيان، المباراة كانت مشحونة كثير من الجماهير قبل المباراة، كلاعبين حسيتوا بالشيء هذا؟ شوف، كلاعبين ضروري مباراه كبيره، كتعطيك واحد الموتيفاسيون اللي تخليك انك تكون جاهز لهذه المباراه، وكنبغيو نشكروه حيت الجمهور اللي خلاها تكون مشحونه. كنبغيو نشكروهم، والقادم افضل ان شاء الله. شكرا سفيان، شكرا لسفيان رحيمي متحدثا عن هذه الخسارة لفريق العين. نعود بالكلمة والصورة اليك في الاستديو تركي. تفضل. شكرا جزيلا مساعد المحمود. عجبني صراحة سفيان. لا، كلامه منطقي. أنا أحب اللاعب اللي يكون في الملعب عنده ثقة وبرا الملعب عنده ثقة، ولا يتعدى حدوده. اليوم يتكلم، يسأل المحمود عن مساعد المحمود عن أنه هل في غلطات للدفاع؟ شوف رده، يقول لا، اللعيبة اللي موجودة الطرف الهجومي من الجهتين على مستوى عالي، ما ينقص من الدفاع. يتكلم، لا يا حبيبي، أنت اللي والله اليوم كنت من النجوم ومن أفضل اللاعبين اللي نرفع بهم القبعة في وجودهم في المنطقة. ألف مبروك لكل محبي الهلال، ألف مبروك للوطن انتصار الهلال في هذه المواجهة. الكابتن سامي الجابر، كابتن عمر الغامدي، وأيضا الكابتن أحمد عفيف في قراءة الأوراق الفنية للمدربين. مباراة حضر فيها كل شيء، حتى جميلة مباراة جميلة، تعكس مدى قوة الزعيمين في الإمارات وزعيم السعودية، الزعيمين أيضا الآسيويين. لكن آخر مرة استقبل فيها الهلال 4 أهداف كان العين أيضا في أبريل اللي راح. الهلال في أثناء الدوري يمكن أقصى شيء أخذ منه 3. اليوم عندي بيك كويستشن مارك، علامة استفهام كبيرة على أداء الدفاع، متمثلة في البلاي هيك كوليبالي في التمركز في الالتحامات 1-1. ما ألوم الربيعي، ابتعد كثيرا عن جواء المباريات، ولكن يلام في بعض التحركات وبعض الأهداف في اتخاذ القرارات. لكن مع هذا الهلال كان ثابت. اليوم يثبت لنا للمرة المليون سالم الدوسري لاعب مهم جدا، يعمل الفارق بكرة بدون كرة، في الصناعة، في التسجيل، ولا تنسى أيضا في مساهمة في التسجيل، يعني الواجبات الدفاعية وأيضا الواجبات الهجومية في الصناعة أو في التسجيل. لكن اليوم